قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ما شاء الله، اللهم بارك. طيب في سؤال كده عايز أطرحه عليكم شيخ عبد الله. إما الإمام بيقرأ في سورة يوسف مثلا ويصل مثلا إلى هذه الآية إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فلو الإمام اللي بيقرأها متأثر بها ومتفاعل مع الآية، بتجد برضو الناس وراه أو بعض الناس برضو متفاعل مع الآية دي بالذات. يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرأ في صلاة الفجر بسورة يوسف، فما كان يصل إلى هذه الآية إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يبكي حتى يسمع نشيجه، يعني صوته بالبكاء، إلى آخر الصفوف. يعني اللي واقف في الصف الأخير سامع صوت بكاء سيدنا عمر عندما يقرأ هذه الآية. فأنت ممكن كده يعني ترى ليه مثلا الناس ممكن الآية دي بالذات ممكن تعلق معاها أو تتأثر أو تتفاعل معاها؟ وأولا يعني هي سورة يوسف سبحان الله بتحكي حياة كل واحد فينا. يعني نعم. أنت هتلاقي كده جزء من حياتك مم. هتلاقي زيه في قصة سيدنا يوسف عليه السلام. عليه السلام. فلا شك إن احنا كلنا أحيانا بنمر بأوقات فيها هم، أيوه. أوقات فيها مثلا ابتلاءات، بتبقى زعلان شوية، عايز حد كده إيه يعني مم. يطبطب عليك كده ويفرج همك يعني. فطبعا يعني من له الشكوى غير الله ونعم سبحانه بالله. وتعالى. ونعم يعني بالله. هتشتكي لمين وهتفضفض مع مين غير ربنا اللي بيده الكون وبيده تغيير كل شيء. صحيح. يعني انت نعم. احيانا بتروح تتفضفض مع واحد مم. هو ترجع من عنده شايل هم اكتر من مم. ما انت كنت رايح له، سبحان لان الله. هو برضه ذو هم. أيوه. يعني هو محتاج حد برضه يفرج همه. صحيح. فهو سيدنا يعقوب سبحان الله اختصر الطريق وما فضفضش مع حد، راح لمين؟ الله. لله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يا لأنه سلام. يعلم أن الله سبحانه وتعالى الوحيد القادر على التغيير وتفريج الهموم سبحانه وبحمده. جميل. يعني ممكن الإمام أصلا اللي بيقرأ الآية في عنده هم، في عنده كرب، نفس الحكاية برضو الناس اللي بتصلي ورا الإمام، المريض والتعبان والمديون واللي عنده مشاكل في البيت واللي ابنه تعبه فهو كأن الآية بقى إيه، لا لمست هي دي، يعني كأن إيه ده علاج ليا، أنا محتاج الآية دي، فتجد تأثير كبير سواء من الأئمة أو من الناس اللي بتصلي خلفهم.